أعلن مهدي بن عطية عميد المنتخب الوطني المغربي قبل قليل عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن قرار عيد مشاركته رفقة الأسود خلال المعسكر الإعدادي المقبل الذي ستتخلله مباراتان إعداديتان أمام منتخبي بوركينا فاسو في 24 من مارس الجاري وتونس في 28 من الشهر ذاته على الملعب الكبير لمراكش. وأرجع الكابيتانو أسباب اتخاذه هذا القرار الذي وصفه بالهامي إلى وضعيته رفقة فريقه يوفنتوس الإيطالي، والتي يفتقد من خلالها مكانته الرسمية والتنافسية المطلوبة ليحظى بمكانة دولية على حد تعبيره، مضيفاً خلال رسالة توضيحيه نشرها عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أنه متأثر لاتخاذ هذا القرار نظرا لارتباطه الوطيد بالمنتخب المغربي. ويرى بن عطية أنه من غير المقبول أن يحظى بمكانة رفقة المنتخب المغربي في قادم المباريات، وهو لا يملك وقت لعب أكبر مع فريقه، كما أنه لا يرغب في أن أشغل مكان زميل آخر يرى في الأخير أنه أهل به داخل تشكيلة الأسود، مضيفا خلال رسالة اليوم: رغم مكانتي كعميد للمنتخب فإني لا أرى نفسي خارج إطار القواعد، وأعرف أن هذا الأمر ليس جيدا في حق الناخب الوطني الذي يؤمن في مبادئه باللاعبين الحاضرين باستمرار مع أنديتهم، وفي حق اللاعبين أنفسهم الذين يستحقون بعملهم المتواصل أن يحظوا بمكانة رفقة المنتخب. وعاد بن عطية بقراء رسالته إلى ال10 سنوات التي قضاها بقميص الأسود، معلقا حولها: خلال هذه الفترة التي تشرفت فيها بتمثيل المنتخب المغربي قدمت كل ما في جعبتي وذل الكلف على الرغم من العراقيل التي صاحبتها، حيث سيظل فخر الانتماء قائما دائما مردفا بالتوفيق للشباب الواعدين وزملائي المخضرمين. سأشتاق لكم وأنتم تعترفون أنني أعتبركم كإخوتي. سأظل المساند الأول للمنتخب.